عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الشكيل ديال واحد الحلوه تاع اللوز ان شاء الله. بالنسبه لهذا الشكل تاع اللوز ان شاء الله غنحتاجوا ليه هاد جوج دوائر، ها نتوما كي كتشوفوا دوائر مسننه، هذا والصغير ديالو. وغنحتاجوا العجينه بطبيعه الحال غنحطها لكم في صندوق الوصف، وبالنسبه للوز الحشوه تاع اللوز هي غنحطها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. غنديروا العجينه، غنديروا هذا البيض هكا بدوائر كبيره. بالنسبه لهذا اللون الموف او البنفسجي كنديروا دوائر كبيره وصغيره، يعني جوج كنحتاجوا جوج ديال هذا الاشكال. بالنسبه للوز حتى هو راه درتو خدمته بنفس هذا المطابع، كنديروا الكبير والصغير. غنبداو دابا بسم الله، كنهزوا الدائره هذه البنفسجيه كنحطوا عليها وكترققوا اللوز، يعني ما يكونش غليظ، لحقاش غنديروا جوج طبقات باش ما يجيناش ما يجيناش غليظ بزاف. نحطوا بحال هكا، كنعاود نحط عليها وحده في البيض، كنحط دائره صغيره هانتوما، ولكن ما كنحطهاش في الوسط، كنحاول انني نحطها في الجنب تقريبا مع الرقيق دغيا كيتهرس بحال هكذا. نحط عليها وحده صغيره، كنهز من التحت، من هنايا من التحت ديالها سميتو، وكنحاول انني نجمع هنايا. بطبيعه الحال غيخرج شويه اللوز ولكن ماشي مشكل، ها نتوما كتحاولوا انكم نجمعوا هاد هكا باش يعطينا هاد الشكل. نعاودوا وحده اخرى ان شاء الله. ها نتوما كي كتشوفوا كناخذ هذا، كي كتشوفوا راه اللوز درتو رقيق، يعني ما درتوش السمك ديالو، درتو رقيق. كنعاود نزيدو نديرو وحده دائره اخرى بيضاء، ناخذ دائره صغيره كنحطوها، ما كنحطهاش في الوسط، كنحطها تقريبا في الجنب. هانتوما كي كتشوفوا غنحط عليها دائره اخرى الموف او البنفسجي، كنهزوها بحال هكذا، وكنحاولوا اننا نشدو من التحت، من العجينه اللي لتحت، وكنوركو بهاد الصبع بحال هكذا، وكنتنيوها. ها نتوما كي كتشوفوا كنعطي هاد الشكل. بالنسبه غتبقاو خدامين هاد الشكل ديالكم حتى تكملوا الطوات ديالكم باذن الله. بالنسبه للفران تاع الدور تنديروا 160 درجه، ولكن انا كنصح العيالات ديما يردوا البال، اولا اللي كيقابل الفران يرد البال مزيان، لان هاد حلوه اللوز دغيا تتكون العجينه رقيقه. بالنسبه للسمك ديال هاد سميتو راه درتها رقيقه على النمره 6، يعني ممكن تخدموا بها كعب غزال، رقيقه ماشي هذا غليظه. وكي قلت لكم الفران خصو يكون سخون ديما 10 دقائق قبل عاد دخلوا الحلوه ديالكم. بالنسبه للفران ديال هذا الغاز عادي انه يكون سخون، وتنقصوا العافيه تكون مهيله، وتدخلوا الحلوه ديالكم تكون العافيه غير من التحت. ملي تحسوا بها طابت ما تديروش لها العافيه من الفوق نهائيا باش يبقى لنا هذا ابيض، غتخليوها غير في داك الصهد تاع الفران وخليوها شويه وعاودوا حيدوها. الحلوه اللوز ديالنا هي طابت، ودرت لها الناباج وزوقتها بهاد العقيقات، ونتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوها ان شاء الله.